الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، بالأمس القريب كنا نودع رمضان، وفي اليوم هذا نستقبل رمضان. عام مضى وانقضى، عام ذهب بما عملنا وقدمنا، عام تصرمت أيامه وتقوضت خيامه وطويت صحفه، وسترفع فيه الأعمال إلى الله. ستطوى صحف هذا العام وترفع فيه الأعمال في هذه الأيام، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العام الذي ودعناه يجب علينا جميعا أن نقف مع أنفسنا. بماذا سيرحل هذا العام؟ وبماذا سيذهب؟ مجيء رمضان يذكرنا بسرعة مرور الأزمان وسرعة مرور الأيام. مجيء رمضان يحملنا على محاسبة النفوس، ماذا قدمت وماذا عملت، وهل ما زالت محافظة على الخير الذي اكتسبته وغنمته في رمضان الماضي، أم أننا أهملنا وضيعنا؟ مجيء رمضان يذكرنا بالموت، فكم من أناس كانوا معنا في رمضان الأول، كم فقدنا من أحباب وأصحاب وخلان وجيران وإخوان، كم فقدنا من الأقارب والأباعد، كم فقدنا من الدعاة إلى الله،
ومن حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. كم فقدنا من الرجال والشجعان، كم فقدنا من النساء في هذا العام المنصرم. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، فقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره، فقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف، كم كنت تعرف ممن كان من خلف، كم كنت تعرف ممن كان من خلف ما بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت، أفناهم الموت، أفناهم الموت، واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. يا أيها الناس، إنها أيام، إنه عام سيذهب نتذكر فيه من ذهب لنتعظ ونعتبر. يا أهل هذا الحي، يا أهل هذا المسجد، هل نسيتم من أمكم ومن صلى بكم في رمضان الأول؟ هل نسيتم من أبكى، من بكى وأبكى؟ هل نسيتم من كان خطيبا في هذا المكان وكان أسد هذا المنبر؟ هل نسيتم من كان يهز القلوب ويبكي المدامع والجفون؟ هل نسيتم ذلكم العلم؟ إنه أبو مالك صابر عليه رحمة الله، هذا الشيخ العظيم الذي لن ننساه، لم ننساه ولن ننساه، لنعلم جميعا أن الموت نازل على كل نفس، أن الموت لا يترك أحدا، لا رجلا ولا امرأة ولا عالما ولا جاهلا ولا تاجرا ولا كبيرا ولا صغيرا. ينبغي أن نتذكر هذه الأحداث وهذه الأحوال. من كان يتصور أن الشيخ صابر عليه رحمة الله سنفتقده في هذا الشهر، تلك الليالي وتلك الأيام التي أحياها في هذا المسجد العظيم لم تنسى ولن تنسى. لنعلم أيها الناس، لنعلم أيها الناس أن هناك غفلة في قلوبنا يجب علينا أن نتحرر منها وأن نسارع إلى علاجها حتى نتذكر مثل هذه الأحداث ومثل هذه الأحوال. أيها المسلمون عباد الله، إن من أدرك رمضان يعد إدراكه له نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه. روى الإمام الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من قضاعة أسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، أي في المنام، فرأيت الذي أخر أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، كيف يدخل هذا قبل الشهيد؟ والشهيد درجته رفيعة وعالية عند الله،
لكن كيف سبقه هذا ولم يقتل شهيدا؟ قال فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ليجيب على هذا الإشكال: كيف يدخل هذا قبل الشهيد إلى الجنة والشهيد فضله أعظم وأكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه أليس قد صام رمضان؟ أليس قد صلى 6000 ركعة أو كذا كذا ركعة، أي صلاة السنة؟ نعم أيها الناس، أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن من أدرك هذا الشهر ربما أكرم بهذه المنازل العالية، هذه الدرجات الرفيعة. استشكل الصحابة: كيف يدخل هذا قبل الشهيد؟ قال: أما إنه قد صام رمضان، لتعلم يا عبد الله أن إدراكك لرمضان نعمة عظيمة إن كان استغلاله في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا كان طول العمر وبالا على صاحبه. فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، كما في الحديث الصحيح. أيها المسلمون عباد الله، بعد أيام قلائل، بعد أيام قريبة، ستفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب. تفتح أبواب الجنان بعد أيام فلا يغلق منها باب. هذه الجنة التي أعدت للمتقين في هذه الأيام، في أيام رمضان، تفتح أبوابها تشويقا وتحفيزا للعاملين لها وللمشتاقين إليها. فأين المشتاقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعد أيام قلائل ستغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب لقلة الذنوب والمعاصي في هذه الأيام المقبلة. ستغلق أبواب النيران ليتسنى للراجعين وللتائبين وللمنيبين إلى ربهم سبحانه وتعالى. هل نحن مدركون لهذه الأمور؟ تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت من النار نام هاربها، وعجبت من الجنة نام طالبها. هذه مواسم الخير، هذه مواسم الصلاح. بعد أيام قلائل ستحل بنا أيام يعتق الله فيها من شاء من النار. من منا أيها الناس لا يحب أن يعتق من النار؟ ستحل بنا بعد أيام قلائل هذا الموسم العظيم.
يعتق الله فيه كل ليلة من شاء من عذابه. بعد أيام قلائل سينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يناديك ويدلك وينبهك ويوقظك إلى موسم الخير. يا باغي الخير، يا من تريد الخير، يا من تحب الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من أنت عاكف على الذنوب والمعاصي أقصر. إلى هنا ويكفيك، إلى هنا فانتهي وابتعد. يا باغي الخير أقبل. إياك يا عبد الله أن تعكس المسار، وأن تعكس السير، وأن تعكس الاتجاه، وأن تخالف نداء المنادي. فإن كثيرا من الناس، وهذا من عدم التوفيق، إذا أقبل رمضان سخره للسهر والبطر، سخره للنوم والغفلة والضياع. من ضاع في رمضان فهو لما سواه أضيع. رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة. نعم أيها الناس، إياك أن تعكس المسار. من الناس من لربما في غير رمضان عنده حرص على الصلاة، عنده حرص على الجماعة، لكن إذا جاء رمضان أكثر من النوم، وأكثر من السهر، وأكثر من التوسع في المباحات. يا أخي الكريم، إن لم تكن رجل عند هذه الفرص، عند هذه المواسم، إن لم تكن عاقل، إن لم تكن حريص، فمتى ستعقل؟ متى ستحرص؟ المنادي يناديك يا باغي الخير أقبل. موسم الطاعة، موسم الصلاح، موسم القيام، موسم الوقوف بين يدي الله. كيف ترضى لنفسك أن تبقى عاكف على القات وعلى الشاشات وعلى الجوالات وعلى السهرات والسمرات، وغيرك من عباد الله من هو قائم وراكع وساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. غيرك يتلو كتاب الله، يتلذذ بقراءة القرآن، ينافس في قراءة القرآن، يغتنم الأيام، يغتنم الدقائق، يغتنم اللحظات، يغتنم هذا الموسم بقدر ما يستطيع. نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل يأتيه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم أيها الناس، موسم عظيم من ضيعه كان لما بعده أضيع. أيها الناس، جاء عند الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، بعد أيام قلائل ستصفد الشياطين وتغلغل وتسلسل وتقيد حتى لا يستطيعون أن يتمكنوا من إغواء عباد الله كما كانوا يغوونهم قبل رمضان. ولا يفهم من هذا أنه لا يبقى لهم مكر ولا وساوس ولا خداع، لا، بل يبقى لهم شيء من ذلك كما قال أهل العلم، بل ذلك على حسب صيام العبد. فكلما سلم وكمل صيام العبد كان الشيطان أبعد منه، وكلما ضعف صيامه واختل وانجرح صيامه كان الشيطان أقرب إلى إغوائه وإضلاله والعياذ بالله. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل عتقاء، وذلك في كل ليلة من رمضان. أيها الناس، لو أننا جميعا وقفنا عند آخر فقرة في الحديث، ولله عتقاء وذلك في كل ليلة من رمضان، وفي الحديث أيضا لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. نعم أيها الناس، لو استشعرنا هذا الأمر وأنه موسم العتق من النار لتنافسنا جميعا وشددنا عن صاعد الجد حتى نكون من هؤلاء، حتى نكون من هؤلاء الذين سيحظون وينالون العتق من النار. نعم أيها المسلمون، هذا كله من أجل أن يتمكن العبد من الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قلت ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الناس، هذا كله من أجل أن يقبل العباد على الله ويعودون فيه إلى ربهم سبحانه وتعالى في هذا الموسم المبارك العظيم، فرصة للتوبة والرجوع إلى الله. كيف لا نتوب إلى الله ونحن جميعا مذنبون؟ ما منا من أحد إلا وله ذنوب وله معاصي. هذا موسم البركات، موسم مغفرة الذنوب، موسم ليس المضاعفة في الأعمال بل أعظم من ذلك، فإن الأعمال تضاعف، لكن الصيام لا يعلم أجره إلا الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هكذا يقول ربنا في الحديث القدسي. كيف لا نتوب إلى الله وربنا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ كيف لا نتوب إلى الله وربنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا نتوب إلى الله وربنا يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كيف لا نتوب وربنا يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه
ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كيف لا نتوب إلى الله وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. كيف لا نتوب إلى الله وربنا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف لا نتوب وربنا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كيف لا نتوب وربنا يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ما كان منك ولا أبالي. كيف لا نتوب وربنا يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. كيف لا نتوب وربنا يقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. نعم أيها الناس كيف لا نتوب ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الأمر ليس بالهين والسهل. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. كلنا ذوي إساءة، كلنا ذو ذنوب، ذو معاصي، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. من حديث أبي سعيد في مسلم، وجاء أيضا عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخطأتم حتى بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. يا أيها المسلمون إنه موسم التوبة والأوبة والرجوع إلى الله. لا تستعظم ذنوبك، وإن كثرت وعظمت فربك يغفرها سبحانه وتعالى. قال في حق أهل الكتاب لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، جعلوا معه غيره، عبدوا غيره معه، قالوا بالتثليث، ومع ذلك قال لهم بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله هو الغفور الرحيم. وقال في حق أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي لو تابوا بعد أن قتلوا أولياءه، بعد أن قتلوا المؤمنين، دعاهم إلى التوبة. ما أوسع رحمته سبحانه، ما أرحمه وألطفه بعباده، لكنه الكبر فينا، لكنها الغفلة فينا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أي لو تابوا
لغفر الله عز وجل لهم جرمهم. لكن كما سمعت ذنوبنا كثيرة لكن توبتنا قليلة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. في مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه، وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة: والله إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. أيها المسلمون لنجعل نصب أعيننا قوله: يا باغي الخير أقبل. هل عندك استعداد أيها الرجل؟ هل عندك استعداد أيتها المرأة؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه واغتنامه في طاعته سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم ارفع عنهم الغلا والبلاء والزلازل والفتن والحروب ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.